يا عم وحشتني جلطاتك وغباوتك دي، انت كنت فين يا عم؟ الزمالك بيبدأ مشواره في بطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي قدام نادي الاتحاد السكندري بقيادة كابتن حمزة الجمل، النادي اللي عامل 24 صفقة جداد، اللعيبة اللي أول مرة تلعب مع بعض، ولكن كان في موسم تحضيري، كان في انتظام، كان في تدريبات. نادي الزمالك الهرجله والعشوائيه كلها زي ما احنا عارفين. نادي الزمالك اللي بيدخل الموسم بدون ولا صفقه، بل بالعكس نادي الزمالك بيخش الموسم فاقد اهم 3 لعيبه فنش بيهم السيزون اللي فات، وكل لاعب في مركز مختلف عن المركز التاني. عندك خوان بزيرة في الهجوم، عندك عبد الله السعيد في نص الملعب، عندك حسام عبد المجيد في قلب الدفاع. فانت داخل الموسم من غير ولا صفقة وخسران 3 لعيبة من اهم اللعيبة اللي كانوا موجودين في السكواد بتاعك، اللي قدروا يجيبوا لك الدوري السنة اللي فاتت. فكلنا كنا عارفين من بداية الموسم ومن بداية التحضيرات وفي الميركاتو، وده عمال يعمل صفقات، وده عمال يتخانق على معرفش مين، وده عمال يدفع، وده عمال يصرف، وده عمال يطلع اعراض، وده بيبيع وده بيشتري، واحنا واقفين بنتفرج وبنقول يا رب القيد يتفك ونشارك في افريقيا. كانت هي دي كل دعاوينا من ساعة ما الموسم اللي فات خلص، والحمد لله دينا هنشارك في افريقيا. ولكن للأسف غير متفائلين بالمرة ان احنا ممكن نعمل اي حاجة في البطولة دي، غير متفائلين بالمره ان الدور التمهيدي ممكن يعدي على خير. بنقول يا رب وحاطين ايدينا على قلبنا، ولكن بالمنظر ده وبالفورمه اللي في لعيبه عاملاها دي، فورمه الساحل، فورمه عمرو بيلا اللي انتوا عاملينها دي، حقيقه ان الواحد غير متفائل من المنظر اللي شافه. ضيعنا عدد فرص كبير، لان الاتحاد فريق هزيل. الاتحاد السنه دي لسه عبال ما ياخدوا على بعض قدامهم. طبعا احنا عارفين طبعا الفرقه المصريه او اللعيبه المصريه علشان ياخدوا كيمياء على بعض وياخدوا على المدرب الجديد بيقعدوا بتاع 15 ماتش. فنادي الاتحاد كان صيده سهله ان احنا نكسبه اول مباراه، ولكن احنا داخلين بنفس السكواد اللي انا كنت حاسه منهك. ان احنا كنا لسه مخلصين الدوري امبارح، حاسس ان اللعيبه دي ما ريحتش، حاسس ان اللعيبه دي نفس الاداء بتاع نهايه الدوري السنه اللي فاتت. ربنا يستر على السيزون، ربنا يستر على الماتشات اللي جايه، ربنا يستر نتائج الموسم ده ممكن تمشي ازاي. ومش متفائل ابدا بالسيزون ده، ولكن الزمالك دايما معودنا ان هو بيعمل الكومباك. الزمالك دايما معودنا ان هو في المواسم الصعبه بيقدر ان هو ياخد اهم بطوله في الموسم، اللي هي بطوله الدوري الممتاز او بطوله كاس مصر. فان شاء الله خير، وان شاء الله هنحاول ان احنا نتفائل في اللي جاي باصرار بعض اللعيبه وبجمهور نادي الزمالك، ان احنا قادرين نحقق حاجه في الموسم اللي هيبقى اصعب موسم هيعدي في تاريخ الزمالك حرفيا، واكتر من الموسم اللي فات.